مساء الخير يا جماعة، معاكم الدكتورة هبة. موضوع النهاردة عن نقص شهية الأطفال، وخصوصا في السن ما بعد سنتين، سن ما بعد الفطام. يعني الفترة الأولانية بيكون الطفل معتمد اعتماد كلي تقريبا على الرضاعة، بعد كده فجأة كل اللبن وقف، وبعدين هنبدأ نأكل الطفل دوت. يا ترى شهيته قلت ليه؟ أول حاجة بالنسبة لي لازم تعرفي كمية الأكل من بعد سن سنتين. الطفل بيحتاج كام وجبة في اليوم، وكل وجبة كمية الأكل فيها قد ايه. من بعد سنتين احنا بنحتاج التلات وجبات الرئيسية بتاعتنا: فطار غدا عشاء، واتنين سناكس في النص. كل وجبة بتبقى عبارة عن بمقدار مغرفتين، بالرز بالخضار باللحوم. يعني كل الوجبة بتاعته عبارة عن مغرفتين بس. هو عشان يقدر، عشان انت تبقي مطمنة ومرتاحة نفسيا ان هو اكل الوجبة بتاعته كلها. السناكس اللي في النص لازم ياريت تكون فاكهة. يعني لو هو بيحب الفاكهة هتبقى حاجة جميلة جدا، بس هي من المفضل انها تكون فاكهة، ولو بالذات تفاح او موز. الموز مليان بوتاسيوم ومهم جدا للاطفال في السن ده، بتزود مناعتهم كمان. اهم وجبات عندي ووجبات بنهتم بيها جدا هي وجبة الفطار ووجبة العشاء. وجبة الفطار هي الباور والطاقة اليوم كله، ووجبة العشاء لازم 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 يكون فيها كوباية زبادي او كوباية لبن، لان الكالسيوم في فترة بالليل بالذات اعلى امتصاص ليه هو الوقت بتاع بالليل. طيب الطفل بتاعي بقى انا اتأكدت دلوقتي ان هو ما بياخدش الوجبات دي بشكل يومي. انا عندي نقص شهية، يعني هو عنده نقص شهية نقص شهية عنده. ايه اسباب بقى نقص الشهية؟ اسباب نقص الشهية عند الاطفال: اول حاجه ان الطفل بيكون عنده نقص في العناصر الغذائيه المهمه قوي في جسمه، سواء كانت حديد، زنك، فوليك اسيد. دول اهم العناصر اللي لو قالوا اكيد الطفل ده هيجيله نقص في الشهيه. هيبقى مش نقص بس، هيبقى فقدان تمام كامل في الشهيه. العناصر دي طبعا ممكن ياخدها من الاكل وممكن ياخدها من الادويه، خصوصا الحديد من الحاجات المهمه قوي للاطفال في السن ده. تاني حاجة يمكن تكون طريقة البرزنتيشن او تقديم الاكل للاطفال. الاطفال بيحبوا الالوان، بيحبوا الاشكال. هو مجهود شوية على الام، بس هما هيلاقوا يعني حاجات اتراكتيف ليهم، هيحبوا ياكلوا الاشكال ديت، خصوصا اللون الاحمر يا جماعة من الالوان اللي بتجذب جدا وتفتح الشهية. حتى تلاقوا شعار كنتاكي لونه احمر. الحاجات دي من الحاجات المعروفة انها بتجذب وبتفتح الشهية. حاجة مهمة بقى بتقلل شهيتهم جدا هي الحلويات، الكاندي والشوكليت والشيبسي والحاجات اللي الأطفال طول النهار بياكلوها. تأكدي لو أخد حاجة واحدة من الحاجات ديت في اليوم، في وجبة أو في سناك هيقع من اليوم كله. فطبيعي إن احنا بنحاول نقلل الحاجات دي على قد ما نقدر. يا ريت نمنعها، بس احنا عارفين إن الأطفال متمسكين جدا بيها. يا ريت نقللها على قد ما نقدر. يا رب أكون فدتكم، استنوني إن شاء الله.